صباح الخير على كل متابعين ومشاهدين قناة معرض الأصدقاء للموتوسيكلات. لو أنت متابعنا أو بتشوف فيديوهاتنا لأول مرة متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد وتشوف المزيد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها بإذن الله. طبعا النهارده يا جماعة معانا مكنة هوجن أبو حوا القديم موديل 2021. المكنة حالتها ممتازة جدا، المكنة كسر زيرو، طبعا المكنة بدون خربوش، المكنة جديدة بمعنى الكلمة. يعني هنتفرج على المكنة كلها كده، ولو انت محتاجها هتقدر تتواصل معانا من خلال الرقم اللي احنا بنسيبه في اسفل الشاشة او في صندوق الوصف بأمر الله. طبعا المكنة حالتها ممتازة جدا، المكنة ما فيش اي حاجة فيها متغيرة، ما فيش مسمار متغير من وضع بلادها، المكنة حالتها حلوة جدا. المكنة فيها رخصة سنة ونص، اول توكيل من وش المالك بأمر الله. طبعا يا جماعة بالنسبة للناس اللي بتشوف الفيديوهات متأخر بتقعد تتواصل معانا، طبعا دي مش مشكلتنا. لو انت مفعل زر الجرس على الكل هتشوف الفيديو اول ما ينزل وبتاريخ الفيديو هتقدر تتواصل معانا، هنقدر نقول لك كل مواصفات المكنه، او انت بتتفرج على الفيديو وتتصل بينا تستعلم عن السعر، او احنا ممكن نقول لك السعر عادي في اخر الفيديو. ما تشغلش بالك، اتفرج على الفيديو للنهايه تسمع السعر في الاخر، بس بعد ما تتفرج على المكنه كلها بحيث ان انت تعرف المواصفات والمكنه تستاهل او ما تستاهلش بامر الله. المكنه حالتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا جماعه لو المكنه عدى على الفيديو 4-5 ايام ممكن تبقى موجوده وممكن ما تبقاش موجوده، فما تتصلش بيا وتقول لي على فيديو من شهر او من 6 شهور المكنه موجوده ولا لا. انت خليك في اخر فيديوهات، والفيديوهات اللي بتنزل من يومين، من 3، من اسبوع، من 5 ايام ممكن يبقى في مكن موجود وممكن لا برضه. فهنتفرج على المكنه كلها كده، والمكنه دي ان شاء الله الفيديو هينزل النهارده في تاريخ التصوير بتاع الفيديو بامر الله. فلو اتصلت بينا ان شاء الله بكره او النهارده المكنه موجوده لحد ما ان شاء الله ربنا يرزقنا فيها وتتباع ان شاء الله بامر الله. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم حضراتكم كده، ده ابو حوا الحفر القديم، طبعا معروف غني عن التعريف، ابو حوا الكينج غني عن التعريف طبعا. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده، ادي المقص وادي الشاسيه وادي حاله المكنه، حاله بما يرضي الله اكنها 22. المكنه جديده بمعنى الكلمه. ودي طبعا الموتور هنصوره لكم حته حته، مفيش خربوش، مفيش جوان جايب زيت، مفيش مسمار معلم فيه، مفيش الهواء. طبعا انا بصور لكم تصوير دقيق بحيث ان انت لو من مشوار بعيد تقدر تتفرج على المكنه كويس وتقدر تيجي تشوفها ان شاء الله باذن الله وتعينها. طبعا في سلك هنا، ده اللومه بتاع الكلاكسين، فيها كلاكسين مرسيدس ان شاء الله باينين واضحين برضه اهو. المكنه طبعا حالتها زي ما انتم شايفين ماشي في العداد 5982 كيلو. المكنه طبعا المفتاح الثاني والريموت زي ما انتم شايفين كده، المفتاح بالجلده والريموت الثاني لسه ما اشتغلوش خالص. ادي طقم البودي، طبعا المكنه كان عليها سكرينه واحنا شلناها. حاله المكنه زي ما انتم شايفين كده الله اكبر، مش محتاجه اي حاجه. طبعا الملصق بتاع المرور برضو راكب، كل حاجه فيها المكنه تمام، مش محتاجه اي حاجه. في الاشارات بلادها الاصليه، كاوتشها طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم حضراتكم كده. المكنه حالتها ممتازه جدا، الله يبارك لصاحب النصيب والله يبارك للمشتري. والمكنه مرخصه، وادي الشاسيه احنا بنصور لك بحيث ان انت لو في اي هفوه في المكنه تشوفها، مش بخبي لك حته في المكنه ولا ما بصورلكش حته في المكنه، لا المكنه كلها واضحه قدام حضرتك اهي. اتفرج عليها كويس وتواصل معانا ان شاء الله بامر الله. المكنه بحالتها زي ما انت شايف كده قدام حضراتكم. المكنه فيها طقم استرداد، فيها انطره، المكنه فيها رخصه سنه ونص ان شاء الله باذن الله. ادي طبعا حاله الجنط الخلفي، وهصور لكم الكاوتش برده ما شاء الله، مش محتاجه اي حاجه ولا محتاجه اي مصاريف، مش هتصرف عليها ربع جنيه، اخرك تغير زيت تحط بنزين. ادي المكنه طبعا يا جماعه، المكن ده كسر زيرو، المكن ده طبعا سعره النهارده انتوا عارفين وصل لحد 26.5 و27,000. فما تتوقعش يعني ان يكون المكنه مثلا ب 10,000 ولا حاجه من المكن اللي هو بيتعرض ده، لان المكن ده يا جماعه كسر زيرو. يعني المكنه دي حاله قول 22، مفيش الا هنا كان في علامه وانا شلتها، ودي مكان العلامه بس هنشيل اللزق مكانه بس، لكن مفيش حاجه. برضه طقم البودي زي ما انتم شايفين اهو، تصويره واضح، هنشيل اللزق اللي مكان العلامه ده ان شاء الله هينضف مكانه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده. ادي طقم البودي، ادي حاله المكنه مفيهاش خربوش متغير. ادي الموتور برضو من يم وش الكهرباء، صوره لك عن قرب برضو بحيث ان انت تبقى ايه شايف الموتور كله قدامك من الجنبين، وش الكهرباء ووش الزيت. طبعا الحاله فوق الممتاز، وش التكات نفسه المسمارين نفسه ما اتحلوش، واضحين في الكاميرا او في الفيديو ان يمكن ما تلمسوش ان شاء الله.
ادي حالة الشاسيه برضه، وادي حالة المكنة. طبعا يا جماعة في ناس بتتصل بينا بتشكرنا طبعا على التصوير اللي احنا بنقدمه، ان هو بيبقى موضح كل حاجة في المكنة، وان المكنة اصلي ولا مش اصلي. طبعا دي عجلة بلادها اللي هي الصيني، واخد الختم الصيني اللي هي 90 على 18. وادي قدام حضراتكم. طبعا المكنة كراسان مرسيدس واضحين اهم، راكبين انطره. طب مستردات، في ناس بتحب الشغل ده. المكنه قاعد اقول لك ان الكيس اللي على الشلته ده كيس بلادها. طبعا زي ما انت شايف كده المكنه ماشيه 5000 كيلو، ده المشي الشرعي اللي هي مش هي المكنه. ماشيه 5982، 2 مفتاح 2 رمود، المفتاح والرمود التانيين لسه ما استعملوش خالص، خدتهم بس انا حاططهم في المفاتيح. طبعا ادي حاله المكنه صورناها لكم كلها كده. طبعا يا رب تعجبكم. المكنه حالتها ممتازه جدا، ما فيهاش خربوش، الحاله طبعا تمام. لو انت محتاجها ان شاء الله باذن الله تقدر تتواصل معانا من خلال الرقم اللي احنا هنسيبه باسفل الشاشه لاي استعلام عن المكنه. اول توكيل من وش الملك ان شاء الله، موديل 21، رخصه سنه ونص. احنا تحت امر حضرتك في اي حاجه وتواصل معانا. واحنا طبعا لو ما قدرناش نرد على الرسائل يا جماعه حاول تتواصل معانا اتصال، واحنا بنرد في الاتصال، يمكن ناس كتير عارفه. ومعانا مكنه هوجن 3 ابو حوا القديم برضو، ارنبه واضحه قدام حضراتكم برضو في الفيديو ان شاء الله باذن الله. كنا مصورينها قبل كده. طبعا المكنه دي لسه موجوده، لو انت محتاجها برضو تقدر تتواصل معانا، هنقدر نتواصل معاك ونقول لك ان في اللي موجود ايه واللي مش موجود ايه. دي مكنه هوجن 3 موجوده برضو معانا في العرض ان شاء الله باذن الله. لو انت محتاجها تقدر تتواصل معانا في الرقم اللي احنا هنسيبه في اسفل الشاشه او في صندوق الوصف. 21 رخصه سنتين، المكنه حالتها ممتازه جدا برضو، مش محتاجه اي مصاريف ولا اي حاجه عليها. مكنه هوجن ابو حوا موديل 2020، بس دي ابو حوا الجديد اللي هو الموتور ال 200 يا جماعه، مش ال 150. الشكل ده اللي هو شكل ال 200 مش الشكل ال 150. طبعا حتى انت لو لاحظت هنا كده ممكن اوضح لك بس مش هيبان، هنلف من الجنب التاني كده يمكن اوضح لك اكتر. لو انت لاحظت هنا مكتوب 200 سي سي. المكنه هوجن 200 مش 150، بس الموتور اللزق اللي هو ابو حوا الجديد. طبعا واضحه قدام حضراتكم برضو. المكنه موديل 2020 فيها رخصه سنه، بامر الله اللي محتاجها يقدر يتواصل معانا. طبعا الملصق الالكتروني كل حاجه فيها تمام برضو، مش محتاجه اي مصاريف. موديل 2020 المكنه سعرها 16000 جنيه، فيها رخصه سنه واول توكيل من وش الملك برضو بامر الله. اللي محتاجها ان شاء الله باذن الله يتواصل معانا، هنقدر نفيد حضرتك ونقدر نتواصل معاك. سعر المكنه الاربعه البيضه دي اللي هي 2020 رخصه سنه، حالتها برضو زي ما انت شايف قدام حضرتك كده، بنصورها لك برضو بحيث ان انت تبقى متفرج عليها كلها تمام بامر الله. لو انت محتاج اي حاجه تقدر تتواصل معانا عليها، تتفرج عليها كويس. طبعا دي 2020 كسر زيرو، بس طبعا الحلقه قليله شويه طبعا مش زي المكنه اللي جوه. المكنه اللي جوه جديده. الله يبارك لصاحب النصيب والله يبارك للمشتري. يبقى لو محتاج المكنه البيضاء 2020 سعر 16 ونص قبل التفاوض البسيط. معانا الهوجن 3 موديل 21 رخصه سنتين، السعر 18000 قبل التفاوض البسيط برضو ان شاء الله باذن الله. طبعا موجوده يا جماعه. سعر بقى المكنه الهوجن 4 الكسر الزيرو اللي فيها رخصه سنه ونص، المكنه اللي حالتها زيرو، حالتها تمشي حاله موديل مكنه 22، الحاله ممتازه جدا. السعر 22500 قبل التفاوض. طبعا يا جماعه السعر ده قبل التفاوض البسيط بس مش كتير. طبعا زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم المكنه ممتازه جدا. الله يبارك لصاحب النصيب والله يبارك للمشتري. طبعا مش اي مكنه يبقى ان سعرها 22 ونص يبقى كله زي بعضيه، لا ممكن تلاقي مكنه موديل 21 ب 20000 بس، وممكن تلاقيها ب 19000 بس صدقني المكنه دي حاله 22 يعني حالتها عايز اقول لك انها احسن من حاله مكنه 2022. فما تستغربش للسعر ان 22 ونص، لا السعر عادي جدا قبل التفاوض البسيط. المكنه حالتها احسن من حاله مكنه جديده، كاوتش ورا قدام تيوبلس، الحاله زيرو فابريكا، السعر 22500 قبل التفاوض البسيط خالص. انت بتاخد مكنه يعتبر جديده لانج بترخصها، انت لو حسبت فرق بينها وبين الجديد كده يبقى 5000 جنيه واكتر من 5000. المكنه هي والجديده واحد، فهتقضي الغرض نفس الجديده بالظبط لان هي اعتبارها جديده لانج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم ابو حمزه ومعرض الاصدقاء.